حقوق الإنسان في سنة 1948 ميلادية، بعد الحرب العالمية الأولى ب30 سنة، شرعت الأمم المتحدة في وضع ميثاق لحقوق الإنسان، وضمت عدة مجالات للحقوق مثل حقوق الطفل، حقوق المرأة، وحقوق الحيوان وما إلى ذلك. فترجمت هذه الوثيقة إلى 500 لغة. في هذه الحلقة، وبما أني طفل لا أتجاوز 15 سنة، سنشرع في هذه الحلقة إلى موضوع حقوق الطفل. في عام 1989 ميلادية، أعلنت الأمم المتحدة عن إنشاء اتفاقية وافقت عليها أغلب دول العالم. تنص هذه الوثيقة على احترام حقوق الطفل الذي كان مضطهدا في زمن الحرب العالمية الأولى والثانية، وفي زمن النازية أيضا. هذا الاضطهاد الذي أدى إلى موت وتعذيب أكثر من نصف أطفال سكان العالم في الدول الصناعية في بداية القرن العشرين، وكان من الشائع أن يعمل الأطفال دون 18 سنة، حيث نص هذا القانون على مجموعة من الحقوق الذي يجب احترامها، مثل الاسم والجنسية، الهوية، الحماية من العنف، وإلى آخره. في زمن الحالي نرى مجموعة من حقوق الطفل تضاد، خصوصا في بعض بلدان الشرق الأوسط، وبالتحديد فلسطين، وأيضا في شمال القارة الإفريقية أو القارة السمراء، خصوصا في دولة السودان، وهذا بدون أي تدخل سريع بإدخال المساعدات من منظمة حقوق الطفل أو إخراج الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناث. وأيضا ما زلنا نرى بعض الظواهر تشغيل الأطفال في الدول المتأخرة، وقد أحصى المغرب عددا يتجاوز 127 ألفا طفل في سنة 2022، وهو ما يمثل 1.6% من إجمالي الأسر البالغ عددهم 7.6 مليون نسمة، وتتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة. هذا كان قبل عامين. طبعا في هذا الوقت قد يكون العدد ازداد وبكثرة. أتمنى في نهاية الحلقة أن تكونوا استمتعتم معي واستفدتم أيضا. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.